أخطر 3 أصوات ممكن تسمعهن ضمن سيارتك. تابع حتى النهاية. الصوت الأول صوت الفرامل أو الفحمات. هذا الصوت معناه إنه الفحمات خاصة وبلش احتكاك المعدن بالمعدن، وفي حال ما بدلت الفحمات مباشرة رح تضطر بعد فترة تبدل الديسكات كمان، لهيك بس تسمع هيك صوت مباشرة بوشك على الصناعة. الصوت الثاني صوت دق المحرك. حرفيا هذا الصوت هو أخطر صوت ممكن تسمعه بالمحرك، وأسبابه ممكن تكون كثيرة، إما نقص بالزيت أو احتراق غلط ضمن السلندر أو ممكن بواجي تعبانة أو حتى ممكن يكون الزيت خالصة مديته بالسيارة. فأنت لما تسمع هيك صوت أول شغلة تعملها إنك تفحص مستوى الزيت ضمن المحرك، وفي حال كان نظامي بوشك على أقرب ميكانيكي. الصوت الثالث راس العكس أو التربيعة. إذا سمعت هذا الصوت وأنت عم بتلف يمين أو يسار فغالبا راس العكس عم بيودع، وإذا أهملته بعد الفترة ممكن لا سمح الله يطق معك وتفقد السيطرة على الدولاب، لهيك بس يطلع معك هيك صوت بوشك على الصيانة. السيارة ما بتخرب فجأة، هي فقط بتعطيك تحذيرات من خلال مجموعة الأصوات اللي ممكن تظهر معك، لهيك لا تفكر تهمل أي صوت. وأخيرا، هل ظهر معك أي صوت من هي الأصوات سابقا؟ اكتب لي بتعليق.